لا ما هو ده حرقان دم على الفاضي، حرقان دم على الفاضي. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي وسموحه؟ مش عايز اكل ملوحه انا، اتعادل مع سموحه ليه؟ ده انا لسه بحفل على الزملكاويه ان تعادلوا مع المقاولين، اجي اتعادل مع سموحه؟ يعني اللعيبه دي مالها؟ مش ربنا كرمكم في عيشتكم والكمبيالات اتسددت وعربيات اعلى موديلات وكمان فتحتوا جيم، اللي فاتح جيم واللي فاتح مول وربنا كرمكم؟ ولا انتوا خلاص شبعتم واستكفيتم؟ لا، فوقوا معانا. الجماهير هي الناس الوحيدة اللي مش بتستفاد من النادي، فما تحرقوش دمنا. لعيبة ما عندهاش دم، لعيبة ما عندهاش دم، لعيبة كده تحس ان الشرايين بتاعتها بتجري ميه ساقعة، مش حاسين بالمسؤولية ومش حاسين بالجماهير اللي رايحة وراهم بتشجعهم وبتدفع فلوس. طب انتوا بتقبضهم، لكن الجماهير دي ذنبها ايه ترجع متنكدة؟ وانا كل ماتش لازم اهتف لكم العب يلا يا عم خلي عندك دم؟ لا، لا عيب وفوقهم. ويعني ويا ريت تحترموا جمهوركم وتحترموا التيشيرت اللي انتوا لابسينه، لانكم خلاص اتوكستم، خلاص بقيتم يعني بتستحقوا اي حاجه ممكن تتقال. ياما دعمنا، ياما دعمنا وياما شجعنا وياما كنا في ظهركم، بس انتوا ما تستحقوش، ما تستحقوش. اما كولر يا عم، كولر حكايتك ايه معانا؟ عشان الواحد ماسك لسانه بالعافيه، حكايتك ايه؟ بقالنا ماتشين عندنا ميس باص. هو ايام كاس العالم كنت بتاخدهم بيعزقوا بيستصلحوا اراضي في الصحراء؟ ولا كانوا بيعملوا ايه؟ فين الجمل وفين يعني؟ وتغيير كريم فؤاد كانت بتنزل تحل الموضوع، دلوقتي اتحفظت. ما قعد حسين الشحات كل ده بره ليه؟ ما قعدوا كل ده بره ليه؟ ومحمد شريف مش شايف؟ محمد شريف يعني يعتبر ليبرو لسموحه، كل كرة بتجيله يا اما يديها لسموحه يا اما يطلعها اوت. ايه القرف اللي احنا كنا بنشوفوه النهارده ده؟ ويعني والاخ النهارده محمود متولي تقيل تقيل في الملعب، تحس ان جدي الله يرحمه هو اللي بيلعب. وبالنسبه بقى للشناوي، هو نجم المباراه في النادي الاهلي، هو افضل لاعب في النادي الاهلي، سموحه لا انفرادين. وانا اول كوره بين الثلاث خشبات في الدقيقه 94 لحسين الشحات، صواتي يا اللي مش غرمانه. النهارده اول عرضيه في الدقيقه 60، يعني نعمله ايه؟ ما تفوقوا معانا. هو احنا هنلاقوها منين ولا منين؟ مش كفايه الايام الزفت اللي احنا عايشين فيها وبنقوله 90 دقيقه الواحد ينسى فيها همه شويه؟ ما تكفروناش بقى، خلى عندكم دم، ده عيشتكم ارتاحت وخلاص، مش فارق معاكم اي حد تاني. يعني هو احنا علشان ما عندناش رئيس نادي بيجيبكم كده في عز التلج يوقفكم ساعتين ويطلعكم على التلفزيون ويفضل يتكلم معاكم ويفضل يحط عليكم زي بعض الأندية التانية، فانتوا يعني خلاص مرتاحين؟ ولا لازما كل شوية فلوسكم تتأخر عليكم ويحصل فيكم زي ما بتحصل لبعض الأندية؟ المشكلة ان الأندية اللي بتكلم عليها ديت برغم تأخير الفلوس وبرغم انهم بيلعبوا مشكك بينزلوا يقتلوا بعض نفسهم في الملعب، اما احنا موظفين تحس ان احنا شغالين في البورصه، تحس ان احنا مش عايزين نحرق. ده النهارده الحارس بتاع سموحه ما حرقش، هيخش اوضه اللبس مش هيشطف، ده يروح كده على البيت على طول، زي ما سافر اسكندريه زي ما هو راجل ما عملش حاجه في نظف الملعب عشان ياخد شاور عليها. لكن بالنظام ده حاجه يعني بغض النظر بقى عن طريقه كابتن طارق العشري مش حجه، عشان الاخ كولر طالع يقول لي انا بقالي 24 سنه ما شفتش كوره زي دي. انت مش شايفني انا شخصيا؟ ركز معانا، ركز معانا الله لا يسيئك، علشان الواحد خلاص جاب اخره، جاب اخره. اما اللعيبه فيناير جه وخلاص، هتلعبوا زي الناس كملوا، مش هتلعبوا غوروا في داهيه، علشان الواحد جاب اخره. وبكده شفنا النهارده الزمالك فرط في نقطتين قصاد المقاولين، والاهلي كمان فرط لانه خايف ينكد على الزملكاويه، ينكدوا علينا احنا بس، ينكدوا علينا احنا بس. يعني الله يحرق دمكم زي ما انتوا حارقين دمنا. وان شاء الله نتقابل يعني في اوقات تكون افضل من كده. تحياتي لحضرتك.